قرار دخول موريتانيا المفاجئ للحرب كانت تعتبر عنها العمق الخلفي أقلب الموازين وحدث ارتباك في التقدير. ثانيا، الحرب في الجهة مع المغرب ما يكفي في الحرب مع الجهة مع موريتانيا، لأن الحرب في الجهة مع المغرب واضحة، هذا مغربي وهذا صحراوي، بينما في الجهة مع موريتانيا هذه عائلات متداخلة مترابطة عبر القرون، عبر يعني عقود الزمن. ولا نقدر نقولوا عنها حرب اهليه، بل هي حرب عائليه. ما تتصور على ان خالق الخو الشقيق قاتل خوه مره واحده مع قوات موريتانيا، ذاك مع قوات البوليزاري وولد العم والعم والخال، يعني متداخله. الثانيه على انه هاي الحرب يعني استغلوها واحدين، والله تمت خلتها تصفيه حسابات من تاثيرات احقاد ونزاعات صراع قبائل المنطقه قاع اصلا. الثالثة على انه شمال موريتان، هذه البقعة من شمال موريتانيا اللي كانت تعتبر على انها هي بقعة فيها ارثها وفيها مرقدها وفيها تاريخها ودافعوا عنها ابائها واجدادها، وعندهم قاع يعني هاجس روحاني على انهم يعني نوع من المعاهدة على انهم هذا اصلهم وهذا حالتهم. ونين مشات بوليزاري هو ما مشاوا معاها، ما اغلبيتهم ما مشى معاهم، يعني ما مشى معاهم. وهون وقع عليهم ثقل الحرب، انتهبت خيراتهم وارزاقهم ومواشيهم وحالتهم، ورجعوا ياسر من المضايقات وكسروا ديارهم وخلق فيهم الحبس، والحبسوا العلايات والتركه والشيب. ما نرضى قاعد التركه، نحن احيانا نقراوا مثلا نقدر نقيسوا المدرسه ان تخلق مناوشات هنا والله هناك، والله ما عارف. ونين خروج موريتانيا من الحرب مولي نتيجه هاي المضايقات وتاثيرها النفساني عليهم ولدلهم على انهم يعني يبقاو مولي يمشوا ويقيسوا بني جلدتهم من اجل مناصرتهم. منين جاوا مولي جبهه البوليزاري نفس الشيء، القاو مولي نفس المضايقات ونفس حتى نسبوا فيهم الشبكات. ما رجع على خلق حد قال عنه يديرهم تحت صباط وخلق فيهم السجون وخلق فيهم كذا. هذا اخيرا عقب تولدت عنه خالق جماعات قاست موريتانيا نتيجه هاي المضايقات وحكمت حرمها انطلاقا من الولف الكرم والضمير الموريتاني العميق، يعني السماحه الموريتانيه اللي معروفه. وهذا النظام حبسهم سنتين، من الله اللي فيهم اللي توفى في الحبس، ومن الله اللي فيهم اللي يعني توفى عقب من تاثيرات هذا السجون. وهذا مخالف الخيم الموريتاني يعني والضمير الموريتاني. هذا قاع كامل بصفه عامه. لا الحمد لله قاع ذاك الزمن ما كانت خالقه ثقافه تقطيع الروسه، اما نعود قاع ما قطع الروسه ما بقى ما بقى حد. هذا احنا عندنا فيه بحث يعني كبير جدا ومعمق حول الانتهاكات، يعني بالاسم وبذا كامل اللي خلق فيه، واللي نتحفظ على نشر في الوقت الحالي نتيجه الحساسيات اللي موجوده فيه. هون لكن هذا كان خدمة شعوب المنطقة، يلا تحد يحكم هذا على أنها زلة أحداث طائشة مرت، وهذا قدر اخلق ويلا الناس يعني تسامع فيه. إذا يبقى فيه التسامح على المستوى الشخصي، هذا زين الى اخلق، ولا مولي ما اخلق ما يقد حد مولي يمنع رجاج مطالبته بحقه لانك حبسته ظالمه، وفي نفس الوقت مولي تمنعه على انه من يطالب بحقه، مولي هذا ظلم ثاني. وكان الشهيد الولي الله المسابق بين الناس تمتعت بنفس يعني حكمة الشهيد الولي اللي كان هو على أبواب النواكشوط، يعني يقول أيها المحاربون حرم الله عليكم قتل أهالينا المدنيين وفلذة كباتنا أو مس أرزاقهم ولو بادروا بالشر. نحن نقاتل النظام لم يتقاسم معنا العمق وخالف الصواب والحق ووقفوا إلى جانب الظلم، لا يفقدون نحن العقول يعني اللي كان يرتكب نفس المجازر التي ارتكبها. ماذا بينا اللي كانت تمتعت به السلطة واللي خلفت الولي، والله نظام ولد سابقا.